صباح الفل والورد والياسمين والمناظر الطبيعية الجميلة. بصوا ما شاء الله، يعني يفتح النفسية كده، تحسوا بتاخدوا طاقة إيجابية كده في أول الفيديو قبل الروتينات والحياة اللي احنا بندخل عليها دي ما بتخلصش باقي اليوم، الطبخ والتنظيف وكل الحاجات دي. حبيت أوريكم السما الصافية مع البحر بقى مع الخضرة ما أقولكوش حبايبي طبعا، فلازم أشارككم كل حاجة في حياتي. اليوم ده كنت خارجة كده اتفسح مع عيلتي فصورت لكم كده لقطة بسيطة قبل ما ندخل على الروتين. بصراحة يعني بنبقى محتاجين نغير جو، حتى لو نص يوم او يعني في الشهر كده 10 دقايق ساعة، بس ناخد طاقة ايجابية. ان حياة البيت بصراحة ما بتخلص، ولا طبيخ ولا غسيل ولا كنس ولا مسح ولا اي حاجة، بس دي هي حياتنا وهي سنة الحياة كده ولازم نتعايش معاها، فبنحب ناخد طاقة ايجابية كده في الاول. وما تنسيش يا ست الكل كده تنوريني بالاشتراك بتاعك واللايك الجميل بتاعك، عشان ننزل فيديوهات حلوة كتير واشارككم بتفاصيل اكتر. ولو حابين ان انا يعني اتفسح كده معاكم واوريكم المية والبحر والحياة الحلوة اللي عندنا في البلد دي، اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير عشان يعني نعمل كده فيديوهات اكتر حلوة. اول حاجه بقى، هو المفروض اللي يعني التصوير اللي انا وريتهولكوا اللقطه دي اللي في اول الفيديو ده، المفروض في الاخر بعد ما روقت البيت ونضفته وفرشته و... وحطيت فيه بخور عشان نطلع طبعا الطاقه الايجابيه السلبيه وندخل طاقه ايجابيه ويعني قلت لازم طبعا قبل ما اطلع من البيت اكون مرتبه كده كل حاجه، عشان لو جيت تعبانه من بره تكون كل حاجه كده مترتبه ونظيفه. طبعا انتوا ستات شاطره وعارفين كل حاجه، بس انا بشارككم يوم كل تفاصيله وبشجعكم ان انتوا تقوموا لو وراكوا اي حاجه كده تقوموا تعملوها. حسيت ان انا وانا بسجل الفيديو كده، ايه ده، انا لما بقعد كتير ما بسجلش بحس ان انا بنسى. مش ببقى عارفه يعني اقول الكلام كده ما وعموما انا ما بعرفش ارتب كده الكلام ورا بعضيه، بلاقي نفسي تلقائيا كده بقعد اتكلم معاكو، اللي بلاقيه صراحه طلع على لساني. ما بعرفش اشكل الكلام زي الناس، بشارككم اليوم كله عادي على طبيعتي خالص اللي انا بعمله في يومي كده. بنبقى محتاجين بصراحة يوم في الشهر او كل كام شهر كده ان احنا نطلع مع العيلة مع الصحاب مع اي حد، مع زوجك واولادك، المهم ان انت تطلع كده من روتين البيت. بصراحة بترجعي بتاني يوم كده بيبقى عندك طاقة فظيعة، عايزة بقى تشيل البيت كده بحيطانه او الشقة كده الحيطان بتاعتها. بصراحة بتشجعنا كتير جدا. في الشتا دي بنبقى مكسلين من السجعة وخايفين نحط ايدينا في المية، مع ان اول ما بنقوم ونتحرك شمال ويمين وتحسوا كده الجزء العظمي كده بتاعنا بيدفى. عارفين بقى واحنا قاعدين بنلاقي نفسنا بردنا، وكل ما بنتغطى ببطانية عايزين بطانية تاني فوقها وبنفضل كده متلجين، وتحسوا رجلنا كل لما بتتحرك بقى تقومي تغسلي المواعين. إيه لو عندك مسيح مثلا، عندك تنفيض، عندك اي حاجة، كل ما بتتحرك وتشوف اللي وراك بتلاقي جسمك كده دفي وتلاقي نفسك باقي اليوم دافيانة. هو اهم حاجة نخلص شغل البيت. بس ما شاء الله بقت الأوضة زي الفل. طبعا عشان الرحلة الحلوة اللي وريتها لكم اول الفيديو كنت محتاجة ان انا اعمل صينية كيكة كده كبيرة، اللي هي الكيك العائلي ده. ما شاء الله جميل جدا. 8 بيضات، ذرة ملح اللي هي السنة عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، اللي هي بتاعت كل المعجنات يعني، وشوية من الخل علشان ما يبقاش فيه زفارة يعني بتاعة البيض وكده. وحطيت 4 بكاوي من الفانيليا. اللهم صل على سيدنا محمد. كل طبعا ما بتكتر فانيليا ما بيبقاش فيه زفارة، وكوبايتين من السكر، ودي كوباية سمنة على زيت، ممكن زيت بس ممكن سمنة بس على حسب ما انت يعني عايزة. اللهم صل على سيدنا محمد. يا سلام بقى لما بتبقى كوباية سمنة بقى بلدي صافي، بتبقى في حتة تانية خالص ما شاء الله، يعني بتبقى صينية الكيك في حتة تانية خالص. واهم حاجة قبل ما نبدأ في الكيك خالص نكون مشغلين الفرن من قبليها، علشان ده من سر نجاح الكيك. وده كوبايتين من اللبن الحليب، عشان في ناس بتقول على اللبن حليب يعني.
وبالمضرب بقى السلك اللي هو المضرب اليدوي اللي هو العادي خالص، وتبدأ تشتغلي، ولا خلاط بقى ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة خالص. بالمضرب اليدوي العادي، وتبدأي بقى تعمل فيها. بصوا، انجح كيكة ممكن تعمليها في حياتك الطريقة دي. الطريقة بتاعت الصينية الكبيرة خالص. انت ممكن لو صينية صغيرة هتقلل يعني كل حاجة نص. يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، كوبايتين، بدل ما كوبايتين حليب تبقى كوباية واحدة، بدل 8 بيضات تبقى 4 بيضات، بدل ما كوبايتين سكر تبقى كوباية سكر واحدة كده. ودولت 5 كوبايات من الدقيق. فيعني تنصصوا المقادير للصينية اللي هي ايه الأصغر من دي. حطيت طبعا باكت من البيكنج باودر عليه، وقلبته على الدقيق، وبعدين نزلت بقى عليه. مفيش اسهل من كده، ومش بتاخد في ايدك 5 دقايق، وكمان تدفي البيت، وبتدي كده ريحة خير في البيت. بصراحة المعجنات والحاجات دي بتدي خير كده في البيت. طبعا ده القوام المظبوط بتاع الكيك. ولا عايزاها تجيلة اتقل من كده عشان ما تبقاش ناشفه معايا، ولا اخف. لو اخف من كده هتبقى معجنه معايا ومش هتبقى مظبوطه. اللي هو اللي تحسوه مكتل ومخرز، ده السمنه لما نزل عليها اللبن وهو ساقع خلاه رجع جم التاني. لكن كل حاجه مظبوطه يعني وتمام. والصينيه بصوا دي اللي هي اكبر واحده بتاعت الكيك العائلي الحلوه الكبيره دي، اكبر واحده في ال3 صواني. وده كده القوام بتاعها اللي هو مظبوط، ولا تجيل ولا خفيف. ودهنها طبعا بالزبدة، ومشغله الفرن زي ما قلتلكوا. ومفيش اسهل من ده كيك والله العظيم. بصوا يعني اللي بنعمل نفس الطريقة دي اكيد عارف، واللي مش بيعملها بقى وجربها والله العظيم هتدعولي كتير. ما شاء الله يعني بجد بجد طريقة ناجحة جدا. نخبطها بقى كده خبطتين عشان نطلع كده فقاعات الهواء اللي جواها وتبقى مظبوطة. وادخلها بقى الفرن كده على طول. نحسب لها ساعة الا ربع في الفرن، وتطلع ما شاء الله الله اكبر. بصوا، يا ربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.